خلاص يا كابتن محمود، عشان خاطري كفايه يا كابتن محمود يا خطيب. عشان خاطري ما تعملش فيهم كده تاني. كفايه عليهم اللي هم فيها يا كابتن محمود. عشان خاطري لو ليا معزه عندك كواحد من جمهور النادي الاهلي بقول لك كفايه يا كابتن محمود، مش عايزين لعيبه منهم تاني. كفايه، مش عايزين الونش يا كابتن محمود. كفايه علينا زيزو وهم ياخدوا الونش يا كابتن محمود. كفايه هيحصل لهم ضغط وسكر وامراض الدنيا والاخره يا كابتن محمود. انا بترجوك بقول لك كفايه، مش عايزين حاجه منهم تاني. احنا خدنا اللي لينا وزياده. لما حاجه من اللي عندنا تمشي او حاجتين او ثلاثه نجيب غيرهم ان شاء الله باذن الله. وانا ليا طلب عند الاستاذ ممدوح عباس. لما تشتري صفقات اشتري صفقات مثلا 23 24 سنه، عشان لما تخلص ونقوم احنا واخدينهم يبقى اللعيبه استوت ونضجت وعملت كل حلو في النادي الاهلي. عشان خاطر يا كابتن محمود بلاش ما تزقش وما تشدش على جمهور نادي الزمالك اكتر من كده يا كابتن محمود. البقاء لله يا جماعة. في مشجع نادي الزمالك بيتقال في كلام ان في مشجع من نادي الزمالك اتوفى بعد المباراة بسبب ازمة قلبية بسبب حزنه على نادي الزمالك. يا ريت الكرة تولع يا راجل غصب عنك. الله يرحمه وربنا يقوينا على فعل الخير. تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. اكون شاكر ليكم. سلام عليكم.